كيبدا الفيلم ديالنا في فرنسا مع ليوجين، وكنعرفوا انه ضابط شرطه صيني وجاي لفرنسا يعاون الشرطه الفرنسيه باش يشدوا مجموعه من اكبر تجار المخدرات الصينيين. ومن بعد ما كيوصل لوطيل اللي غيديروا فيه تجار المخدرات وحده من اكبر الصفقات ديالهم، كيدخل وكل شيء كيكون حاط عليه العين وحاضينه مزيان، وكنعرفوا انهم بوليس فرنسيين. ليوجين من بعد كيجلس وكيبقى راد معاهم البال حتى هو، وهنا كيجي عنده واحد الصاد سميتو بوليس وكيقول ليه يمشي دابا للحمام. ليوجين ما كيفهم والو في هاد اللحظه، ولكن كينوض وكيقصد الحمام. ملي كيدخل كيلقى ثلاثه ديال الرجال تم وكيقلبوه مزيان، وكنعرفوا انهم بوليس فرنسيين. ومن بعد كياخذوه عند الرئيس ديالهم اللي سميتو ريتشارد، وملي كيوصلوا كيلقاوه كيفرشخ في واحد السيني، ومع كيشوف ليوجين كيامر واحد جوج من رجالو يقتلوه. وهنا واحد منهم كيهزو في السماء والاخر كيضربو، وكتسمع ديك ليوجين ما فهم والو علاش قتلوه. وهنا ريتشارد كيرحب به وكيقول ليه عطيني السلاح ديالك حيت ما غاديش تحتاجو. كيبدا يشرح له العمليه كيف غتكون، وكيقول ليه بلي واحد من تجار المخدرات سميتو بيغ غيعاوننا باش نشدو كاع هاد التجار، والدور ديالنا هو نحميوه من الموت. في الجهه الاخرى كنشوفو بيغ وصل لوطيل، وهنا واحد من رجال ريتشارد كيجيب واحد جوج بنات، وبيغ كيطلع معاهم للغرفه باش يمجد راسو بما وصلوا التجار الاخرين. ليوجين كيشوفهم وكيحضر ريتشارد من البنات، ولكن ريتشارد كيقول ليه ما تخافش هادو خدامين معانا. ريتشارد والرجال ديالو كيكونوا مراقبين اي حاجه من واحد الغرفه، وليوجين كيدخل عندهم، وفي واحد اللحظه كيشوف وحده من البنات وهي تقتل بيغ. وهنا كيجري للغرفه ديال بيغ وكيفرشخ الرجال ديالو اللي كانوا واقفين حدا الباب، وكيدخل وكيشد داك البنت قبل ما تصفيها البيغ، وكيضربها بواحد الابره كيشل الحركه ديالها. وهو كيحاول يتصل بالاسعاف كيدخل ريتشارد وكيقتل بيغ بالفردي ديال ليوجين اللي خداه من قبل. وهنا كنعرفوا ان ريتشارد خائن وخدام لصالح تجار المخدرات الاخرين اللي كانوا باغيين يشدوهم، وكيقتل حتى البنت باش يلصق ليوجين كاع التهم. وفي اللحظه اللي بغى يقتل حتى ليوجين كيلقاه طار بسرعه كبيره. ليوجين كينزل بسرعه غرفه التسجيلات، كيفرشخ الرجال اللي تم واحد واحد، وكياخذ التسجيل اللي فيه ريتشارد كيغتسل بيغ. ملي كيخرج كيلقى رجال ريتشارد برا وهازين اسلحه وكيبداو يتيريو عليه. وهنا ليوجين كيدخل لواحد الغرفه كيبداو يشرشموا في الباب موراه، وواحد من الرجال ديال ريتشارد كيدخل في الباب بواحد الرجل كيفرشخها، وليوجين كيدخل في واحد الفتحه تم. وهنا ريتشارد كيقول لواحد من رجالو يدخل موراه، وملي هاد الصاد كيخاف كيقتلو. ومع دخل واحد اخر موراه ليوجين كيضربو، وهنا ريتشارد كيشعل العافيه تم باش يحرقو. كيبقى يستفز فيه وليوجين كيدخل فيه بواحد الرجال الخايبه. ريتشارد هنا كيتعصب وكياخذ قنبله من واحد من الرجال ديالو وكيلوحها على ليوجين، ولكن كيشدها وكيرميها عليهم. ومن الزهر ديال واحد الصاد كتجي ليه مع حوايج، وريتشارد كيشد هاد الصاد وكيضربو يرجع تم. وهنا كتسمع ديك بوم، ولحسن الحظ ليوجين كيخرج من تم بسرعه. ملي خرج كيجي مع الرجال ديال ريتشارد وكيهجموا عليه واحد مور الثاني، كيبدا يفرشخ فيهم بطريقه سريعه وكيبان انه مقاتل جبار والسرعه ديالو خياليه. واحد منهم كان عنده فردي وتيرا عليه، ولكن ليوجين كيتخبى ليه، وملي قرب خلا ضربوه حتى هو. ومن بعد ما فرشخهم كاملين وهو خارج كيشوف بوليت كيبدا يتيري عليه، وليوجين كيهرب ليه بسرعه كبيره. ومن بعد ما بوليت سال ليه السلاح من الذاخره، ليوجين كيضرب واحد الكره تطلع في السماء كيضربوا بها للراس ضربه قاتله. كيقدر في الاخر يهرب من ريتشارد ورجالو، وخدا معاه التسجيل اللي فيه ريتشارد كيغسل العميل ديالهم. وهنا ليوجين كيعرف انه تعرض للخيانه من ريتشارد، وكيمشي لواحد البلاصه اللي غياخذ منها الاسلحه ديالو اللي غيحتاج. وملي كيوصل كيلقى جوج ديال البوليس واقفين حدا الباب، وملي فتح الصندوق البوليس كيشوفوا كلشي. وقبل ما يشدوه ليوجين كيضربهم بدوك لي باري ديالو وكيشل الحركه ديالو. وهنا كيوصل بوليسي اخر وكيجري على ليوجين، ولسوء الحظ ما كيقدرش ياخذ الاسلحه ديالو، ولكن كيقدر يهرب من البوليسي. وفي نفس الوقت كيوصل رئيس الجهاز الامني الصيني لفرنسا وكيطلب تفسير كاع اللي وقع. وهنا كيجي ريتشارد وكيقول ليه بلي العمليه فشلات بسبب ليوجين اللي خانهم وقتل العامل بيك، وكيسلم لهم السلاح ديالو. وهنا مساعد رئيس الجهاز الامني الصيني كيقول ليه بلي ليوجين معروف بالنزاهه ديالو، وطلب يشوف التسجيلات باش يتاكد. وريتشارد كيبان عليه الارتباك وكيقول ليه بلي ليوجين قدر يمسح كاع التسجيلات قبل ما يهرب، وهنا قدر يلبس ليه التهم كلها. وفي نفس الوقت ليوجين كيتصل بمساعد الرئيس وكنعرفوه باللي سميتو شين، وليوجين كيطلب منه يتلاقى، وهو كيقول ليه من بعد نتصل بك. ومن بعد ما مشى ريتشارد طلب من واحد من الرجال يراقب الصغيره والكبيره عليهم، وكيكون معصب ديال بصح حيت مازال ما قدر يوصل ليوجين. وهنا كتدخل عندهم وحده من البنات اللي
كانوا في الوقيته اللي مات فيها بيغ، وكان عرفوه بلي سميتها جيسيكا. وريتشارد كيكون خاطف بنتها وكيخليها دير داكشي اللي بغا هو، وملي جات وطلبات منه يطلق بنتها حيت دارت داكشي اللي عليها، كيشدها وكيخبرها مزيان وكياخذها لواحد من رجالو اللي كيبيع ويشري في الناس. وبالصدفه كيكون هذا الحي هو اللي مخبي فيه ليوجين مع العم ديالو، وليوجين كيشوفوه هو كيخبط في جيسيكا بدون سبب، ولكن ما كيتدخلش باش ما يفرش راسو. ومن بعد جيسيكا طلبات من ليوجين تستعمل الطواليت ديالهم، وفي الاول ليوجين كيرفض، ولكن من بعد وافق وخلاها تدخل. من بعد ما خرجات بدات كتاكل وكانت ميته بالجوع، هنا ليوجين عطاها الماكله وخرجها بالزربه. وبنفس الوقت كيتصل به شين وكيطلب منه يتلاقاه، وفاش كيتلاقاو شين ما كيكونش عارف باللي رجال ريتشارد مراقبينهم. ومن بعد ما جلسوا ليوجين قال ليه باللي ريتشارد هو اللي قتل بيغ وبغى يلصق ليه التهمه، ولكن شين قال ليه هو كيقول العكس. واش عندك شي دليل على هضرتك؟ وليوجين سلم ليه التسجيل اللي فيه كل شيء. مع شد التسجيل رجال ريتشارد كيقتلوه وكيبغيو يشدوا ليوجين، ومع واحد الصاد فيهم بغا يمينطو كيشدهم وكيفرشخهم بسرعه كبيره. كيهرب منهم ثاني وهما كيقلبوا عليه، كيخرج فيهم ليوجين وطحنهم واحد بواحد وكيهرب من بعد فوق الباطو بعد ما شاف العدد ديالهم الكبير. وهنا كيهجموا عليه وحدين من القوات الخاصه، وكيف العاده اللي وقف حداه كيطيح بسرعه. المستوى ديالو كان كبير بزاف في القتال وقدر في الاخر يسحقهم كاملين. وهنا ريتشارد بدا كيتيري عليه الفردي، ولكن كيهرب ليه وكيتخبى تحت هذا الجسر. ورجع ريتشارد كيبداو يتيريو عليه ثاني، ولكن ليوجين كيعلق ليهم. مع خرج دخلات فيه واحد الطوموبيل وكان شويه وغيتشد، ولكن في اخر لحظه كيهرب ليهم كيدخل لواحد المترو هكا ما عرفوش منين داز. من بعد ريتشارد كياخذ تسجيل من الجثه ديال شين، وهنا كنشوفوا ليوجين وصل لدار عمو كيكون عنده جرح في يدو بسبب اللي وقع. فاش عمو خرج من الدار جيسيكا كتشوفو كيحاول يخيط الجرح ديالو، وهنا جيسيكا دخلات وطلبات من ليوجين تعاونو، وهي تخيط الجرح ديالو. كيبداو يتعرفوا على بعضياتهم. ليوجين كيسولها علاش خدامه في هذه الخدمه الخايبه، وهي تقول ليه بلي ماشي لخاطرها وما تقدرش تقول ليه بلي على قبل بنتها اللي مخطوفه. وملي تكون غاديه في حالها كيدخل عليهم الراجل اللي مكلف بيهم وكيبدا يضرب فيها قدام ليوجين. وفوق هذا الشيء كيمشي عند ليوجين وكيبدا يستفزو وكياخذ منه فلوس على قبل جيسيكا. من بعد ما خداهم بغى يضرب جيسيكا، وليوجين جرو لعنده وبدا كيفرشخ فيه وكمل حتى بالرجال اللي معاه وخبطهم كاملين. السرعه ديالو كانت خياليه. وهنا كيدخل واحد العزوه ليوجين وحل معاه في الاول وداز قتال صعيب بينهم، ولكن في الاخر قدر يجيبو كاو كيف خوتو. وبالصدفه اليد اليمنيه ديال ريتشارد كيوصل وعمو ديال ليوجين حتى هو. وهنا هاد الصاد كيبدا يشرشم فيهم عشوائيا، ولسوء الحظ عمو كيموت وزاد لاح عليهم قنبله وكتسمع ديك بوم. وفاش دخل كيقلب على ليوجين خرج فيه بسرعه وقدر يقتلو. وهنا ليوجين وجيسيكا كيهربوا من ديك البلاصه وهما غاديين. كيعرف ليوجين من جيسيكا كلشي بخصوص الليله ديال بيغ وكيطلب منها تمشي معاه للسفاره باش يقدر يثبت البراءه ديالو، ولكن هي تترفض وتتقول ليه بلي ريتشارد خاطف بنتها ولا مشات معاه للسفاره بنتها غاديه تموت. وليوجين كيقرر يعاونها باش ترجعها وكيقدر يثبت البراءه ديالو. وجيسيكا الغد ليه تمشي عند ريتشارد وكتقول ليه بلي ليوجين مخبيه في واحد البلاصه وتعطيه البلاصه فين غيكون بالضبط. وريتشارد كيخليها مربوطه عنده في البيرو وكيمشي باش يتاكد. وهنا جيسيكا تقدر تفك راسها وكتاخذ التسجيل من البيرو وكتهرب. ومن بعد كتلاقى مع ليوجين وكنعرفوا بلي جيسيكا غير كذبات على ريتشارد. ومن هنا كيمشي لواحد البلاصه باش ياخذوا بنت جيسيكا. وفاش كيوصلوا كتمشي باش تلاقى بنتها من بعد مده ديال الفراق. وهنا كيشدها واحد من رجال ريتشارد وكتنوض رويناتهم والدراري الصغار كلشي كيهرب. رجال ريتشارد كانوا شويه وغيصفيوها جيسيكا، ولكن ليوجين كيهجم عليهم وكيشتتهم ومن بعد كيطفي الضو وكيهربوا بجوج. وهما هاربين في اخر لحظه واحد من دوك الرجال قدر يضرب جيسيكا بفدي، ولكن لحسن الحظ ليوجين كيجري بها لاقرب سبيطار وكيقدر يعتقها. ومن بعد كنشوفوا ريتشارد وكيكون شاد بنت جيسيكا باش يرجع التسجيل. والغد ليه جيسيكا كتفيق وكتبقى تبكي على بنتها. وهنا ليوجين كيقول لها غير ارتاحي انا غنرجعها واخا هادشي كلفني الحياه ديالي. ومن بعد كينعسها بواحد الابره وكيقصد ريتشارد مباشره وكيتصل به وكيقول ليه سلم لي البنت مقابل التسجيل. وريتشارد ملي كيشوفو داخل كيطلب دعم من كاع القوات اللي عنده. ومع دخل ليوجين فرشخ مزيان كاع البوليس اللي في الباب، ولكن ملي كيشوف القضيه ترونات بوليس وقوات خاصه كيسد عليهم واحد الباب من الداخل وكيقصد ريتشارد. وهو كيقلب كيدخل بالصدفه لغرفه تدريب الضباط على الكاراتيه، واللي شافوه قرروا يفرشخوه كاملين. وهنا نشوفوا القوه الحقيقيه ديال ليوجين. السرعه ديالو كانت خياليه بكل معنى الكلمه، والضباط رغم العدد ديالهم الكبير ما كانوش كيقدروا يتوشيوه. ليوجين اللي جا قدامه كينزل كاو، وبالخصوص في هذه اللقطه كيحمقهم ديال بصح. في الاخر كيسلخ كاع هاد الضباط وكيخلي طايح حتى من النايض. ومن بعد كيخرج فيه واحد من اقوى جوج رجال عند ريتشارد
وكيكونوا خوت. وهنا هاد الصاد كيقول ليه زيد مرحبا، واليوجين كيهجم عليه، ولكن اليوجين في هاد اللحظه كياكل القصه مزيان. وكل خطره فين كيجي مخبوط، مره هنا مره هنا، حتى من القتال وعرف بلي خونا كاين. وهنا اليوجين كيجمع القوه ديالو، خونا كيهجم عليه، ولكن هاد المره اليوجين كيخدم معاه اسلوب مختلف في القتال، وكيبقى عليه بالضبط وفرشخو مزيان حتى خونا فقد التركيز ديالو. وهنا شدو وهرس ليه عنقو، وكيجي خوه الثاني في نفس الوقت. وملي كيشوف المنظر كيجهل ديال بصح، اللي جا في طريقو كيتفرشى. في الاخر شد اليوجين وضربو كروشي حتى ما بقاش عارف القبله فين جات، وبدا كيفرشخ فيه ومرمدو ديال بصح. ولكن اليوجين اللي تفكر الوعد ديالو اللي عطى لجيسيكا كيقدر يعاود ينوض. وهنا بدا كيفرشخ في هاد الصاد، واخا كان جوتا اليوجين قدر في الاخر يخلي ضربوه. من بعد قصر الغرفه ديال ريتشارد، وملي دخل ريتشارد هدد اليوجين وقال له عطيني التسجيل ولا غنصفيها البنت. وفي واحد اللحظه ريتشارد تسيرا في اليوجين، ولكن بالسرعه الخياليه اللي عنده كيقدر يتفادى القرطاسه، وكيجبد وحده من الليبار اللي معاه وكيضربها عليه في رقبته. وريتشارد كيبقى مشلول في بلاصتو. اليوجين كياخذ البنت وكيمشي عند جيسيكا للسبيطار، وكيخليها تشوف بنتها من بعد عامين ديال الفراق. هنا جيسيكا كتضحك من قلبها كأن القصه حقيقيه. وهنا كيقول الفيلم ديالنا وصل للنهايه ديالو. ما تنساوش لينا لايك وتشتركوا في القناه وشي كومونتير زوين، ونتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.